عارف احنا كبني آدم لو بنشتغل زي الشياطين كنا سدنا الأرض. إنهم لا يكلون ولا يفترون. ليه؟ وراهم اللعين بيحاسب أقصى حساب، وكل يوم يديلهم خط سير، وآخر اليوم لازم يعرف عملوا ايه، مش يدي الأمر وينام. لا، عنده خط سير وعنده الصبح وآخر النهار، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن أبي موسى في صحيح ابن حبان. في حديث أبي موسى في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. تترى يعني سرايا بعضها وراء بعض، وآخر النهار يقف كلهم في صعيد واحد، الصعيد الأرض المنبسطة، واقفين طابور، وإبليس اللعين قاعد على الكرسي، ويجي له شيطان ويسأله: ماذا فعلت اليوم؟ يقول له: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أي معصية من المعاصي نمثل بها. ما تركته حتى زنى. زنى هو ده شغل؟ وانت ما تركته حتى لقتل أباه. قتل أباه يعني عمال تلعب طول النهار، اركن انت كمان. وده ما تركته حتى قتل أمه، ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى فعل كذا 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 كذا. وهو الشيطان متغاظ لأنهم ما عملوش حاجة النهارده، لحد ما يجي الدور على شيطان: وانت كمان ماذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فضلت أقول له: هتفضل راكبك لحد انت؟ الشنب اللي في وشك ده لازمته ايه يا راجل؟ ابرمه مرة. لازم الستين تتقدم، لازم تربيها، ارميها وشحطتها، وراها الذل، لففتها في المحاكم عشان تحترم نفسها. مش فاكر حماتك قالت لك ايه؟ يعني مش حد بيحترم. شوف حماك لما طردت من الباب واداك قفاه، شوف اللي مش عارف ايه، تبص تلاقي عمال يتنافخ لحد ما يقول: انت طالق. اشوف بقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. يعمل ايه ابليس بقى؟ يقوم قايم من على الكرسي وياخده بالحضن ويقول له: نعم أنت. هو ده الشغل. مش تقول لي قتل أبوه وقتل أمه وزنى جارته ولا مش عارف ايه. طب واحد يستغرب يقول: طب الطلاق مباح، يعني الواحد لو طلق مراته مش هيدخل جهنم يعني عشان طلق مراته، لكن قتل أباه هيدخل جهنم. قتل أو ما يدخل جهنم، شرب الخمر هيدخل جهنم، زنى هيدخل جهنم، إلا بقى أن يحدث توبة ربنا يمحو له السيئات والبتاع، لكن دي كلها أعمال تودي النار. إزاي الشيطان الأعمال اللي تودي في النار وهي من الكبائر يقول له ما عملتش حاجة، ويجي على الطلاق المباح ويفرح بيه؟ قال لك أيوه، ما هو لما الأب يطلق الأم، هذا الدفء الأسري اللي الأب والأم بيشعروه في البيت هيفقدوا الأولاد. الراجل هيتجوز، مراته الجديدة مش هتربي العيال، الست هتتجوز، الراجل مش هيصرف على عيال غيره. طب العيال دول يروحوا فين؟ يصيعوا في الشوارع. يبقى هم بقى الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس، هتلاقيهم في كل العصابات، والجماعة اللي بيشربوا كوكايين وهيروين، وتلاقيهم هم العيال اللي مالهمش آباء ولا لهم أمهات. يبقى إبليس هيستخدمهم في الجيش الإنسي ولا لا؟ يستخدمهم في الجيش الإنسي، سيضل بهذا أمما. لكن واحد زنى ممكن يتوب، يبقى شغل الشيطان كله راح على الأرض مجرد أنه تاب وتاب الله عليه. يبقى ايه اللي عمله إبليس؟ ولا حاجة، راحت عليه. لكن لما يطلق الراجل مراته يحصل بقى المشاكل اللي زي دي. فشوف يعني عنده جدية إبليس اللعين ده، عنده جدية. يبعتهم الصبح يشتغلوا،
ويديلهم خطوط سير، ويجي آخر النهار يحاسب كل واحد ويبدي امتعاطه من ده، ويدي لده عقوبة، ويدي لده الجايزة. ما هو قال في أول الكلام بتاع حديث أبي موسى: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج.